أقامت مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب وبدعم من قبل وزارة حقوق الإنسان مكتب ميسان مهرجان الوفاء السنوي الخامس لاستذكار شهيد الصحافة الميسانية الشهيد الصحفي نزار عبد الواحد في مهرجان جماهيري كبير اختلطت فيه الدموع مع الذكريات وقدمت فيه فعاليات عدة. تذكر هذا اليوم من خلال هذا المهرجان الكبير ذكرى استشهاد هذا البطل الفارس، فارس الكلمة الصادقة، الذي كان يرنو إلى مجتمع يعمه الأمن والسلام والمحبة، وإلى نشر الوعي الثقافي، وإلى الدعوة إلى المحبة والتسامح. كان نزار عبد الواحد أحد أصدقائي، وكان يحمل الهم العراقي والهم الميساني. أنا أكتب القصيدة الثالثة اليوم للشهيد نزار عبد الواحد، أبنى من خلال هذه الكلمات الحقيقة. فأشوف أنه أكو تفاعل ما بين الثقافات الموجودة بالساحة الميسانية. يعني أنا شاعر وأعبر عن ما بداخلي تجاه الصحفي نزار عبد الواحد الشهيد البطل اللي كتب من خلال دم الطاهر أعتبرها أروع ملحمة. نزار عبد الواحد أو نزار راضي الذي عمل في العديد من الصحف والإذاعات، وكان آخرها راديو العراق الحر، اغتيل عام 2005 في وسط مدينة العمارة دون أن تتوصل الأجهزة الأمنية للآن عن الجنات، وهم زملائه ومحبيه يؤبنونه سنويا لاستذكار الفاجعة وإحياء ذكراه الطيب بينهم. وكان طلب من الأخوة الصحفيين على أنه يكون هذا الشهيد له رمزا في محافظة ميسان، يا ترى أنه تسمية شارع أو مدرسة أو معلم من معالم المحافظة. نحن كحكومة محلية بصراحة جادين لإحياء هذه النفسية للإخواننا الصحفيين والإعلاميين للاستمرار بكلمة الحق، ولذلك أنا شخصيا سأتبنى هذا الموضوع وطرحه على أخوتي في مجلس محافظة. ما نطلبه نحن كعائلة للشهيد من الأجهزة الأمنية لكي تشفي غليل هذه العائلة التي فقدت أثمن ما يملكه وأن تلقي القبض على الجنات. نزار لم يمت فكلنا نزار عبد الواحد، شعار حمله فرسان السلطة الرابعة في ميسان طوال 5 سنوات مرت من الفاجعة، وكل آمالهم تتطلع إلى اليوم الذي يتم الإعلان فيه عن الجنات ليأخذوا جزاءهم العادل. عدي المختار لقناة الديار الفضائية، ميسان.